انت فاشل عشان انت متدين. انا مش بهزر ولا ببالغ، انت فعلا فاشل عشان انت متدين، ولو انت بقيت عاصي لله هتنجح. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. دلوقتي انت قبل ما تلتزم كنت شايف ايه اللي بينجحك في حياتك؟ هتقول لي ربنا طبعا. هقول لك لا، انت كنت شايف ان عملك وشغلك واجتهادك هو السبب. لما بقيت ملتزم بقيت بتشوف ان ربنا سبحانه وتعالى هو السبب في نجاحك. طب تمام، يعني ايه المشكله؟ هقول لك، ما انت بطلت اجتهاد وتعب وركنت لقدره ربنا، فانت فاكر انت كده متوكل على الله، لكن الحقيقه انت متواكل. ربنا سبحانه وتعالى حط قواعد في الدنيا للنجاح، لو مشيت عليها هتنجح، ما مشيتش عليها هتسقط. هتقول لي امال فين معيه الله وحمايه الله لعباد الصالحين؟ هقول لك اتقل عليا بالراحه كده. اديك مثال، دلوقتي لو في اتنين موجودين على مركب، واحد مسلم ملتزم والتاني ملحد، وحصلت عاصفه والمركب غرقت والاتنين وقعوا في الميه، مين فيهم اللي هينجو؟ ايوه، اللي بيعرف يعوم، حتى لو كان الملحد. ليه؟ لان قاعده ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده كده، اللي بيعرف يعوم بينجو من البحر، واللي ما بيعرفش يعوم بيغرق. واكيد انت عندك مثال زي ده في حياتك، لو عندك مثال قول لي في التعليقات. قيس بقى على المثال ده كل حاجه في حياتك، لو انت طالب، دكتور، مهندس، او حتى عامل نظافه، هتجتهد في عملك ربنا هيوفقك وتنجح، هتكسل هتفشل، حتى لو كنت مش بتقوم من على سجاده الصلاه. طب يعني فين ربنا من حياتنا؟ اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان في حاجه اهم من النجاح نفسه. ايه ده؟ هو في حاجه اهم من النجاح؟ ايوه طبعا، رضا ربنا سبحانه وتعالى، وده معنى التوكل على الله. ازاي بقى؟ هقول لك. طب هنروح بعيد ليه؟ عندنا الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان في الطائف راح هناك ودعا الناس للاسلام، محدش امن بيه. عمل ايه بقى ساعتها؟ زعل؟ اتحسر؟ لا، ده دعا ربنا وقال اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. يعني انا مش عاوز حاجه غير رضاك يا رب، يعني لو اللي حصل ده يرضيك يا رب انا موافق، ومش عاوز النجاح ده. خلي بالك ده كان حاجه في صميم الدين، فما بالك في حياتك العاديه؟ انت ممكن ما تنجحش في حياتك لكن ربنا رضى عنك، ده كفايه ولا لا؟ خلاص بقى كده اقعد في البيت ادعي ربنا وما اعملش حاجه. يا عم حرام عليك، هو انا بنفخ في قربه مقطوعه؟ يا حبيبي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ناخد بالاسباب، نعمل اللي علينا، لكن النتيجه دي بتاعت ربنا. يا حبيبي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ناخد بالاسباب، نعمل اللي علينا، لكن النتيجه دي بتاعت ربنا. يعني ممكن نعمل كل اللي علينا عشان ننجح لكن برضه ما ننجحش، ده بقى مش هيكون تقصير مننا، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاف لنا الخير في حته ثانيه، والخير ده اكبر بكتير من تفكيرنا القاصر. اسالك سؤال، كم مره سعيت في موضوع واجتهدت وعملت اللي عليك وقلت يا رب ودعيت ربنا من كل قلبك وبرضه ما نجحتش، وبرضه اللي انت عاوزه ما حصلش، واكتشفت بعد فتره ان الموضوع ده ما كانش خير ليك نهائي، انه لو تم كنت هتخسر كتير؟ واكيد عدى علينا مواقف زي ده في حياتنا. لو عندك موقف زي ده قول لنا في التعليقات علشان الناس تطمن. طب انت كده مش بتناقض نفسك؟ منين بتقول اللي بيجتهد بينجح ودلوقتي بتقول ممكن ما ينجحش لو ربنا ما ارادش؟ منين بتقول خدوا بالاسباب وربنا هيعينك؟ انا اتلخبطت خالص. هقول لك بالراحه كده نحط شويه قواعد. واحد، احنا كمسلمين هدفنا ربنا سبحانه وتعالى، عاوزين نخش الجنه، ربنا رزقنا الدنيا كمان خير وبركه، ما رزقناش خلاص ما نخسرش اخرتنا ونسخط على ربنا سبحانه وتعالى، لازم نرضى بقضاء الله مهما حصل. اتنين، لكل مجتهد نصيب، اي حد بيتعب ربنا لازم يكلل تعبه ده بالنجاح، بس المهم انك تشتغل صح، ما تدرسش هندسه وتقول انا عايز اطلع دكتور، لان ازمه ناس كتير انها بتشتغل غلط وبتبذل مجهود كبير على الفاضي. ممكن حتى لو اشتغلت صح ما تاخدش الحاجه اللي انت عاوزها. ليه؟ لان ربنا شايف لك الخير في حته ثانيه. ثلاثة، التواكل اسوأ حاجه تعملها في حياتك، انك تكون فاكر عشان عندك حاجه مش عند غيرك هتنجح. لا يا حبيبي، ربنا مش بيحابي حد. لو انت فاكر انك لو ما بتذاكرش بس بتصلي وتصوم هتنجح، وصاحبك اللي ما بيركحهاش لكن بياكل الكتب اكل هيسقط، يبقى انت كده بتعاند سنن ربنا في الكون. أربعة، معية الله تصنع المعجزات، شرط الأخذ بالأسباب. يعني أنت لو نفسك تنجح وبتذاكر وبتتعب لكن ما بتحصلش حاجة خالص، دماغك مقفولة مفيش ولا معلومة راضية تثبت، فتدعي ربنا سبحانه وتعالى تقول يا رب نفسي لما أذاكر أفهم، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك الفهم وكمان فوق ده الطمأنينة. المهم تبدأ من عندك وربنا سبحانه وتعالى هيعينك، جرب بس وهتشوف النتيجة. دلوقتي بقى عايزك تقوم تصلي الفروض اللي عليك وما تكسلش، وتقوم تشوف اللي وراك، تدعي ربنا وان شاء الله ربنا هيوفقك، واشوفك باذن الله ناجح في الاخره وكمان الدنيا. انا كده خلصت، سلام عليكم.